هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. نجلو طريق الحسكة. يسعد مساكن متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. انتوا هلا عم تسمعوا بير اف ام على الموجة 103.5، برنامج صحتك بالدنيا، وحلقة جديدة وضيف جديد. وضيفي لهالحلقة هو دكتور روان حسن تمو، اختصاصي بالغدد الصم والسكري. موضوعنا هو راح يكون عن فيروس كورونا ومرضى السكري. يسعد مساك دكتور روان. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور روان، الجائحة العالمية اللي اجتاحت جميع أنحاء العالم واللي شكلت خوف ورعب، من ضمنهم مرضاكم مرضى السكري أيضا اللي هن ضمن هالة الخوف. يا ترى أنتم كأطباء غدد صم وسكري شو بيعني لكم، أو خلينا بداية ناخد لمحة عن هذا الفيروس، مع أنه الكل صار يعرف مدى خطورة هذا الفيروس، ولكن لمحة عن هذا الفيروس كمدخل للحلقة. مساء الخير. مساء الله يعطيكم العافية. مثل ما بتعرف أستاذ عماد، فيروس كورونا بلش أول ظهور له كان ب 29/12 عام 2019، وقتها ظهر على شكل ذات رئة فيروسية غير مفسرة. يعني كان مدينة أوهان الصينية شافوا أنه في عندي التهاب بالصدر ما بيشبه الالتهابات اللي بتظهر بشكل عام. بعدين ب 31/12 ليلة رأس السنة كان للأسف هو اليوم المشؤوم ليبين أنه هو أحد فيروسات كورونا المستجد، ظهر بشكل جديد. ليش عم نقول نحن بشكل جديد؟ لأنه مجموعة كورونا، عائلة كورونا، هي عائلة معروفة من 1937، وهي عادة بتصيب الحيوانات. إصابة للإنسان بلشت عام 1960 كأول إصابة كانت على شكل إنفلونزا، كان على شكل قريب عادي. طبعا اتطور هذا الفيروس، ميزته أنه هو الحمض الأميني، الحمض النووي اللي فيه هو الRNA الريفي، يعني الشكل المتحول المتغير، يعني بيحسن يتطور مع الأيام ليعطيني أشكال جديدة. بال2003 ظهر على شكل سارس، بال2013 ظهر على شكل كورونا الشرق الأوسط، وقتها ما تمدد كتير، ضل بمنطقة الشرق الأوسط. حاليا بيظهر على شكل كورونا مستجد، عم يساوي مشكلة كبيرة. جائحة أصابت لحد الآن حوالي 1,375,000 شخص. في عندك حوالي تقريبا 77,000 مريض توفوا. في عندك حوالي 300,000 صار عندنا الشفاء. إذن في عندي جائحة كتير كبيرة. هلا نحن مشكلتنا بالفيروس أنه هو الانتشار السريع. يعني مشكلتي أنا مع هذا الفيروس أنه هو خطير، يعني ما بيتعالج. لازم تعرف أنه عندي 80% من الحالات تشفى حتى من دون علاج، تماما، من دون ما تعرف أنه في عندي إصابة. نعم. بس مشكلتي ما أنا هون، مشكلتي هي بالانتشار السريع لهذا المرض. لهذا السبب قبل كل شيء قعدتنا بالبيت بتحمي الكل. يعني بتحمي الشخص الطبيعي، بتحمي الطفل الرضيع، بتحمي المريض الختيار، بتحمي الشاب، بتحمي الجميع. أنت لما بتقعد بالبيت إذا في عندك مريض مصاب، الضغط على الكوادر الطبية بيكون أخف. هذا المريض المصاب ممكن يتعالج. غير هيك المريض اللي عنده لسه ما ظهرت عليه الأعراض، هذا المريض كمان تظهر عليه الأعراض عادة خلال 14 يوم، وبالتالي ما بيعدي غيره لأنه هو بيكون بفترة عدوى شديدة. والشخص اللي أساسا ما انصاب بنكون نحن حميناه. إذن أول القاعدة الأساسية إنك تقعد بالبيت، الحجر الصحي. هاي بشكل عام فكرة عامة، بحكم أنه صار الكل تقريبا بيعرف شو هي الفكرة وشو هي المشكلة. الخوف الشديد مثل ما حكينا هو من الانتشار. نحن مشكلتنا أبدا ما مشكلة العلاج. الخوف الشديد هو من الانتشار السريع. يعني أنت لما بيكون في عندك مرض، على سبيل المثال مرض غير معدي ولكن علاجه كتير قليل أو علاجه صعب كتير، فهذا المرض أنت ما بتخاف منه، لأنه خلص الشخص اللي انصاب فيه بيكون علاجه صعب ولكن هو عبارة عن شخص واحد. تماما. بس لما بيكون في عندك مرض ممكن يعديك أنت والحارة كلها، شخص واحد ممكن يعدي كل الحارة، هذا المريض بتخاف منه. ليش؟ لأنه بتعرف أنه في مرضى مضاعفي المناعة، في مرضى سكريين، في مرضى قلب، في عندك المرضى الصغار اللي تحت عمر السنة، مرضى الأطفال الرضع.
يعني هدول كلهم راح ينصابوا. فحكما من هدول في مين راح يتأذى أكثر من الشخص اللي يعني ممكن أنا وياك نكون تعرضنا للإصابة من دون ظهور أي أعراض، شوية ألم بالبلعوم ويومين كترنا سوائل وخالصين ما عاد في شيء. ولكن العدوى هي اللي ممكن والدك ينأذى، والدتك تنأذى، طفل صغير ينأذى. تمام، هي كل الفكرة بهذا الموضوع. تماما دكتور، من ضمن حديثك اللي ذكرته انه الفئات العمرية او منهم الامراض المزمنة، يا ترى شو سبب تأثر مرضى السكري؟ كونكم ضمن اختصاصكم عم نناقش الموضوع، شو سبب تأثر مرضى السكري والمسنين او اللي عندهم امراض مزمنة كارتفاع الضغط او مرضى السكري؟ يا ترى شو هو السبب؟ سيد الكريم، المرضى السكري مثل ما بتعرف انه في عندي حوالي 340 ل 350 مليون انسان على مستوى العالم في عندهم سكري. هدول اكيد ما راح يكون الكل سكر ومضبوط. طبعا نحن لما بنحكي عن مريض سكري سكر ومضبوط، انا بقصد فيه على الاقل بيكون 3 شهور صار له سكر ومضبوط. يعني بجوز تجيب لي مريض اليوم سكره 500 من خلال العلاج بعد يومين 3 بيصير سكره 100. هذا مو معناته انه هذا المريض وضعه ممتاز تماما. هذا المريض لحتى نعتبر نحن انه سكره مضبوط لازم يكون سكره تحت 180 ملي جرام على الديسيلتر، مع بعض الفروقات بالارقام بحسب العمر. ولكن بشكل عام لازم يكون رقم السكر تحت 180 ملي جرام على الديسيلتر لمده 2 ل 3 أشهر على الاقل لحتى تقول هذا المريض وضعه كويس. تمام. لهذا السبب المرضى السكريين قسم كبير، ما راح اقول معظم المرضى، قسم كبير من المرضى السكريين ارقام السكر بتكون عندهم ما مضبوطه، وهذا الشيء بيكون سبب اساسي للاختلاطات اللي عم تصير عند المريض السكري، وبالتالي اكيد راح تكون عندهم مناعه مضعفه. طبعا تعرف انه السكري هو بيسبب زياده المواد المؤكسده جوات الدم، وبالتالي في عندي تصلب شرايين، في عندي تشكلات عصيديه، في عندي بتسبب هذا الشيء اعتلال أوعية دقيقة بالكلية، بتسبب اعتلال بالشبكية العين، بتسبب لي جلطات قلبية، بتسبب جلطات دماغية، وبالتالي هذا المريض أكيد ما هو مثل شخص طبيعي. أكيد راح تكون مناعته ضعيفة بسبب عدم ضبط أرقام السكر. دكتور روان، هلا من ضمنهم مرضى السكري، لأنه نحن بنعني إنه المرضى اللي عندهم انخفاض لمستوى السكر وفي منهم ارتفاع لمستوى السكر. لا، هلا انخفاض مستوى السكر ما بيتسموا مرضى سكري. تمام. يعني المريض اللي بيكون في عنده هلا في عندي شيء اسمه نقص سكر الدم، هذا مرض لحال تماما. يعني هاي من الامراض النادره جدا. انا هون بالقامشي شايف 4 حالات فقط. هذا نقص سكر الدم هذا موضوع ثاني تماما. هذا بيراجعك الشخص هو بيضل عم ياكل وبيضل سكره عم ينزل. هذا غالبا معظم الحالات بيكون في عندي ورم مفرز للانسولين. هذا موضوع ثاني تماما. هذا يعني هذا مثل الشخص الطبيعي، ما بيتاثر بهذا الموضوع. السؤال هون انه هو دكتور هن كمان يعني بينحطوا ضمن دائره الحرص يعني ايضا. طبعا اكيد مرضى اللي عنده نقص سكر اكيد، بس قصدي انه من ناحيه كورونا هو لا ما عنده نقص مناعه. هذا الشخص عم يعاني من شغله ثانيه اللي هي اعراض نقص السكر. تماما. هذا لما بياكل بيرجع كشخص طبيعي، ولكن هذا يعني مرض ثاني تماما ما بينحط من اطار السكري. المريض السكري هو المريض بيكون في عنده ارتفاع بارقام السكر. أكيد. طبعا مريض السكري ما بتختلف الخطوره من كان سكري نمط اول يعني طفل، سكر شبابي بيعتمد على الانسولين، او كان سكر كهلي اللي بيكونوا عاده عم ياخذوا حبوب. انفصل الخط، رح نعاود الاتصال مرة تانية. أكيد صار في خلل بالخط. طبعا حابب أذكر المستمعين والمتابعين أنه كان معنا الدكتور روان حسن تمو، اختصاص بأمراض الغدد الصم والسكري. موضوعنا هو فيروس كورونا ومرضى السكري. وللي حابب عنده أي سؤال فينه يبعث أي سؤال على البث المباشر أو عبر الواتساب، لأنه الاتصال معنا على الأرضي. خلوكم معنا بعد الفاصل لنكمل الحديث مع الدكتور روان حسن تمو، اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري، وموضوعنا هو فيروس كورونا. كورونا فيروس هنو چاوا بلاو دبه و امه خود چاوا بپاريزن. کووید 19 نخوشیه که وگره کو مروف جاره یکم پید حسن. سدام آویجی كورونا فيروس هنویه. دما مروفين بفيروس كتي دا آخفن دو كوخن آنجي تپشكن دلوبش دويوان درتين و اف فيروس شي پراني بوي آواي درباسي مروفين دندبه. اف دلوب دكارن لدف آنجي پوزي مروفين در دوري بكبن
ev dilop dikarin nezi metroyekê biçin û xwezûka bi ser tiştan ve bizeliqînin. Vîrus li ser tiştan dikare heta kengê bijî nayezanîn. Ji ber vê jî divê mirov derdora xwe û ciyên ku mirovên bi vîrus ketî hene bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan û dibe ku vîrus li ser van tiştan hebin. Ji ber vê jî divê em destê xwe nedin çav, poz, an jî devê xwe. Ji ber ku destên qirêj dikarin vîrusê derbasî laşê me bikin. Dema em dikoxin, an jî dipişkin, divê em enîşka xwe an jî desmalekê bidin ber poz, an jî devê xwe. Heke desmal bê bikar anîn, divê em vê desmalê zûka bavê jin çoktan keke devgirtî. Heke em bixwazin pêşî li belavbûna vîrusê bigirin, divê em di rojekî de gelek caran destê xwe bi sabûn û av, an jî bi dezenfektan bişon. Destşûştin wê vîrusê ji destê me bibe. Li xwe miqate bin û pêşî li belavbûna koronavîrusa nû bigirin. Rêxistina tenduristiya cîhanê. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو طريق الحسكة. يسعد مساكم مرة تانية. بنعتذر عن الخلل اللي صار. كمان حابب ذكركم للي عم يسمعنا هلأ انتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، وطبعا من تقديم عماد خلف، ومعي ضيفي عبر الهاتف الدكتور روان حسن تمو، اختصاصي بأمراض الصم والغدد الصم والسكري. مرة تانية أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عماد علي. دكتور، السؤال الثاني اللي هو بيشبه موضوعنا اللي حديثنا اللي استنتجناه من شوي، انه يا ترى مرضى السكري رح ينصابوا او في خطورة على اصابتهم. يا ترى ما هو مدى خطورة انه مريض سكري وانصاب بهذا الفيروس؟ حتما بده يكون اكيد اعماره فوق 40. فشو هو الخطر اللي عم يشكل على هذا المريض؟ ايه تمام استاذ عماد، انت ما بتعرف نحن قلنا انه في عنا اشخاص بيكون معرضين للاصابه اكثر من غيره. نعم. من ضمنهم هن المرضى السكريين. قلنا انه السبب هو وجود اكيد بيكون مناعه عندهم ضعيفه شوي. طبعا هون بيكون نسبة يعني موضوعي ما موضوع انه نسبه الاصابه، يعني احنا عندنا نسبه الخطوره. اكيد الاصابه اذا صار في عندي فيروس كورونا ضمن البيت، خلينا نقول الشخص المتواصلين مع هذا المريض حكما رح ينصابوا. نعم. نحن قلنا انه تدرج الاصابه بتبلش من مجرد ظهور اعراض بسيطه، التهاب بلعوم مع ارتفاع حراره مع صداع، وصولا مع تطور بالحاله. هون بيلعب دور المناعه دور بالموضوع. تطور الحاله ممكن توصل لذات رئه تشمل كامل الرئة، ممكن تصل لقصور تنفسي حاد، وبالتالي الوصول لمرحلة الوفاة. نعم. طبعا هون نسبة الخطورة عند المريض السكري أكيد بتكون مضاعفة. طالما في عندي ضعف بالمناعة فأكيد مو خطورة الإصابة، خطورة الإصابة حكما أكبر، لأن المريض السكري ما عنده خط دفاعي، هو الجهاز المناعي عنده مضعف. أكيد. ما عندي خط دفاعي ليعمل مواجهة مباشرة، مثل ما قلنا أنه نحن ممكن نصاب من دون ما نحس بالموضوع. فحكما ممكن يكون المشكلة عند المريض السكري أكبر، وبالتالي ممكن تكون الأعراض أقوى، وبالتالي ممكن تكون نسبة الوفيات أكبر. نعم أكيد. دكتور، طيب كيف فينا أنه يعني أنتم كأطباء أنه تعززوا مناعة مريض السكري لحتى يعني نقلل من إصابة بهذا المرض؟ تمام. هلا أول شيء بالنسبة للمرضى السكريين، الحديث اللي بدي أحكي ما بيختلف مريض سكري عن مريض غير سكري إلا بشغلة واحدة. أن المريض السكري لازم تكون أرقام سكره أقل من 180 ملغ على الديسيلتر. إذا كانت أرقام السكر أعلى من 180 لازم يتواصل مع طبيبه، لازم يحاول. أنا هون بس بدي نوه لشغلة صغيرة. تمام. أنه أنا بشكل يومي في عندي تليفونات هائلة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الموبايل، أنه دكتور وين فيك تفحص مريضي؟ لك يا أخي نحن بفترة حجر صحي، نحن بفترة لازم يقعد فيها الشخص بالبيت. إذا في عندي شيء إسعافي
ممكن ينفحص. إذا الشيء ماله إسعافي صدقني ضل ببيتك أحسن لك تماما. يعني هون أنت عم تعطي نصيحة للمريض، والله يعني الطبيب هو موجود بمواجهة الموضوع سواء كان المريض إسعافي أو مو إسعافي. أكيد. بيحسن يفحصه لأنه هو أساسا إذا كان بده يتعرض فهو ممكن يتعرض لكل المرضى. تماما. نحن عم نقول إذا عندك حالة غير إسعافية صدقني اقعد ببيتك، الموضوع كله صفيان له 15 يوم أحسن لك من أنك تروح على مشفى وتتعرض للفيروس أو حتى تعرض غيرك للفيروس. فهي أول نقطة. الشغلة الثانية مثل ما قلنا أنا حكيت هدول الكلمتين لأنه المرضى اللي يعني انتبه على حديثي، عم قول المرضى اللي بيكون سكرهم فوق 180 يتواصل مع طبيبه. نعم. ما يروح يحمل حاله ويقعد بالمشفى يقول أنا عندي سكري 200 مثلا أنا لازم أشوف الدكتور. يعني هذا المريض ممكن يكون في عنده خطورة بنزلته على المشفى أكثر من الخطورة اللي بيتعرض لها لأنه سكره 200 بالضبط. فمثل ما قلنا إذا أرقام السكر أكثر من 180 يحاول يتواصل مع طبيبه مشان يعدل العلاج قدر المستطاع لحتى تنتهي هاي الفترة. هاي أول شغلة. بشكل عام أول شيء بنرجع لموضوع التغذية مشان موضوع تقوية الجهاز المناعي. نعم. في عندي أغذية بتكون حاوية على بعض المواد اللي هي معززة للمناعة ومقوية للمناعة. في عندك الفيتامين A والفيتامين D والفيتامين C. هلا الأطعمة بشكل عام الأطعمة الموجودة بمنطقتنا الحمد لله كلياتها بتكون حاوية على هدول المواد. يعني عندك من الأطعمة الحاوية على الفيتامين A في عندك اللبن، في عندك زيت الزيتون، في عندك البطاطا، في عندك الجزر. الأطعمة الحاوية على الفيتامين سي مثل ما بنعرف هي كل أنواع الحمضيات، بالإضافة في عندك المانجا تحوي كمية ممتازة من الفيتامين سي والفيتامين A. موضوع الفيتامين د في عندي بشكل عام أول شيء طبعا هو التعرض للشمس. بس قبل ما أحكي عن موضوع التعرض للشمس كأطعمة الخضار بشكل عام، الفواكه في عندك كل شيء خضار يعني كل شيء أعشاب خضراء تحتوي على الفيتامين د. هاي بشكل عام. الشغلة الثانية في عندك التعرض لأشعة الشمس. يعني على الأقل لازم يكون في عندي تعرض للشمس لمدة ربع ساعة قبل الساعة 10 الصبح. الأوقات الأفضل هي قبل الساعة 10 الصبح أو بعد 3 العصر. تمام. هاي الأوقات أفضل شيء للتعرض لأشعة الشمس على الأقل لمدة ربع ساعة. شغلة كمان من ضمن أنه لازم يكون في عندي ضمن النظام الغذائي لازم يكون في عندي صحن سلطة يوميا يحتوي على 5 خضار على الأقل. نعم. يعني لازم يكون مكون مو بس خيار وبندورة، لازم يكون في عندي يفضل أن يكون في عندي 5 خضار ضمن صحن السلطة. هلا إذا كان متوفر سمك فالسمك كتير ممتاز. عندك الثوم والبصل. كتير بنسأل عن الثوم والبصل. أكيد الثوم والبصل هي مواد معززة للمناعة. أول شيء إلى دور منشط للجهاز المناعي، بالإضافة أنه إلى مواصفات مضادة للجراثيم. يعني فيها مواد مضادة للجراثيم، فأكيد الثوم والبصل بيفيدوا. هاي من الناحية الغذائية. في عندك من الناحية الرياضة لازم يكون في عندي على الأقل نصف ساعة رياضة يوميا. أول ما بنحكي جيب سيرة الرياضة بيقول لك أنا محجوز بالبيت عمل رياضة جوات البيت. يعني ما نتحجج نحن بهذا الموضوع. عمل لي رياضة جوات البيت سواء كان عندك جهاز رياضة أو حركات رياضية ضمن المنزل لمدة نصف ساعة، لأنه هذا بينشط الدورة الدموية وبالتالي بيساعد كمان على تنشيط الجهاز المناعي. النوم الكافي، كأنه كل العالم عم تستغل هذا الحجر الصحي بالسهر. نعم. إن كل ما سهرت أكثر كل ما صار طبعا الكلام وجه لي أنا كمان. يعني كلياتنا لا مشان ما نكون نحن عم نحكي كلام علمي ولكن بس عم نتشاطر على غيرنا. بالضبط. النوم الكافي بيعزز الجهاز المناعي. إذا أنت فكرت بشكل واعي للموضوع أنه أنا قاعد بحجر صحي له السبب أنه في عندي مرض متفشي. فلازم التزم بموضوع الغذاء، لازم التزم بموضوع الرياضة، لازم التزم بموضوع النوم الكافي وخاصة ليلا مو بالنهار. لأنه أنا بنام 4-5 ساعات بالليل وبالنهار كمان بنام 4-5 ساعات، خلص هي 10 ساعات أكثر من الطبيعي. هي أكثر من الطبيعي ولكن ما نو صحي. النوم بدي يكون نوم ليلا. قدر المستطاع أكيد عدم التعرض للضغط النفسي وموضوع الخوف والتوترات، هذا الشيء أكيد لأنه هذا بيعمل إرهاق للجهاز المناعي. ليش؟ لأنه عادة تعرف الشدات النفسية بتعمل ارتفاع للهرمونات وخاصة الكورتيزول والهرمونات الدرقية والكاتيكولامينات. هدول كلياتهم بيعملوا تنبيه زايد للجهاز المناعي وبالتالي إرهاق للجهاز المناعي.
شغلة أخيرة هي السوائل، قدر المستطاع نكتر من السوائل وخاصة السوائل السخنة. يعني إذا حسنا نشرب باليوم بشكل عام بين 2 ل 4 لتر من السوائل بشكل عام بيكون شيء كتير ممتاز، وكمان بيساعد على تفادي الموضوع. أكيد. شكرا كثير لهذه المعلومات القيمة دكتور، ولكن الحديث لسه ما انتهى. يا ترى هلا باعتبار مرضاكم كلها مرضى سكري، النصائح اللي من شوي ذكرتوها وضمنها الحجر الصحي أو الاهتمام بالصحة الشخصية والتعزيز المناعة، يا ترى كيف لمريض السكري فينه انه يوقي نفسه حتى يوقي نفسه من هالمرض هذا، وشو هي الإجراءات الوقائية؟ هلا مثل ما حكينا انه اول شغله يقعد فيها بالبيت. الحجر الصحي هو اساس الوقائي سواء كان سكري او لا. الشغله الثانيه الموضوع النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه بقصد فيها انه غسل الايدي بالماء والصابون على الاقل لمده 20 ثانيه، وعدم لمس. طبعا غسل الايدي بيكون بشكل متكرر يوميا. الموضوع نظافة المنزل هي نقطة كتير ضرورية. طبعا التنظيف ما يكون مبالغ فيه بالمواد. يعني نعم. أول 5 أيام من الحجر الصحي يعني ما هديت التليفونات عندي بسبب أكيد. مرضى الغدة. أنا والله دكتور عم يحس بوجع بالغدة. هذا ما وجع غدة، هذا التهاب بلعوم نتيجة التعرض للكلور. نعم. يعني أول 5 أيام كلياتنا وكمان من ضمنهم أنا نعم. كلياتنا تعرضنا لألم بالملعوم بسبب رائحة الكلور. أكيد. يعني نحن ممكن نحط كاسة كلور صغيرة ضمن لتر ماء، نعقم فيها الأسطح بشكل عام، نعقم فيها مسكات الأبواب، نعقم فيها يعني نعقم فيها المنزل. موضوع نظافة البيت، موضوع النظافة الشخصية. قلنا موضوع عدم لمس الوجه بشكل أساسي. هي قاعدة، يعني هي قاعدة فضية طبعا، لأن القاعدة الذهبية هي أنك تقعد بالبيت. أكيد. هي قاعدة فضية أنك ما تلمس الوجه أبدا، الفم والأنف ولمس العين، لأنه هذا الطريق الأساسي لدخول الفيروس للجسم. أكيد. قلنا المريض السكري يلتزم بدواء بشكل كتير جدي. حس حاله مثل أحد المرضى اليوم، يعني امبارح حكى معي قال حس حالي ماني مرتاح. نعم. قلت له تمام، انزل على أقرب مركز أو أقرب مشفى عمل لي تحليل سكر. عمل لي تحليل سكر طلع سكره 260. هلا بعثت له على الواتساب أنه كيف يعدل العلاج لبين ما يخلص الحظر. يعني المرضى السكريين يلتزموا بدواهم بشكل كامل. يحاولوا يلعبوا نص ساعة رياضة يوميا. قلنا أنه يتواصل مع طبيب إذا كان سكره أعلى من 180. في نقطة أنا نسيتها هي موضوع التدخين. نعم. يعني أستاذ عماد، أنا المرضى المدخنين أنا دائما نقول أنه التدخين هو مؤذي. أكيد. ولكن أنا بقول للمريض السكري بدك تخفف الدخان قدر المستطاع. لأنه الدخان بيعطيك مواد مؤكسدة. تمام. المواد المؤكسدة ومرضى السكريين أساسا بيكون في عندهم مواد مؤكسدة زيادة. يعني هذا الشيء بيكون في عندي تأثير مضاعف لحدوث الجلطات القلبية أو الدماغية. ولكن هاي الفترة حتى لو كان المريض عم يدخن رجاء، هاي الفترة هدول 3 أسابيع نحن نحاول نبعد فيه عن الدخان، ما نخففه، نبعد فيه عن الدخان. يعني أنا ولا مرة قلت له لمريض إجباري بدك توقف دخان، لأنه نحن بدنا نكون واقعيين. دائما ببلش أنا بنقطة أنه خفف لي الدخان للنص. نعم. وبعدين شوي شوي بنحاول نساعده أنه قدر الإمكان يوقف الدخان. تماما. خلال هاي الفترة إيقاف التدخين ضروري جدا. ليش؟ لأنه مجرد دخول الفيروس للجسم بيتوقف الفيروس بمنطقة البلعوم الخلفي. هاي المنطقة إذا كانت معرضة للدخان يعني في عندي التهاب تخريش سطحي مستمر، وبالتالي وجود بلغم بشكل مستمر. ومثل ما كلياتنا بنعرف أنه الفيروس بيفضل الأماكن الرطبة. أكيد. لما بيقعد الفيروس بمنطقة البلعوم بيكون في عندي تدخين، هذا بيعزز وجود الفيروس ضمن الجسم. لما بينزل الفيروس لمنطقة الرئة وبيدخل لخلايا الحويصلية وبيتبلش يتكاثر، القصور التنفسي اللي بيسببه الدخان رح يكون عامل مساعد جدا لحتى يتطور الفيروس بشكل كبير. تماما. مشان هيك المدخنين سواء كان تدخين سواء كان أرجيلة نحاول نبتعد عن هدول، يعني نبتعد عن التدخين خلال فترة هي 3 أسابيع، لأنه هذا موضوع جوهري جدا بموضوع الوقاية من المرض. أكيد.
دكتور الوقت داهمنا، طبعا حابب بكلمة أخيرة من عندكم أيضا، ورغم أنه كان الحديث يعني شامل جدا ونشكرك على هالمعلومات هاي، كلمة أخيرة عندكم لمرضاكم، لمرضى اختصاصكم مرضى السكري، كلمة أخيرة. أنا اللي بتمناه من المرضى يعرفوا شغلة، أنه نحن لما بنقعد بالبيت موضوع الحجر الصحي هو لمصلحة المريض. إذا كنت يا أخي مانك مريض الموضوع هو لمصلحة عائلتك. أنا بعرف أنه في كتير كلياتنا بنعرف أنه في كتير ناس انضرت، يعني موضوع الأشغال، الأعمال اليومية، موضوع الناس اللي عم تاخد بشكل قوت يومي، هذا كله أثر على دول العالم كلياتها، مو بس نحن. نحن بجوز تكون إمكانياتنا أضعف، بجوز تكون المادية عنا أضعف، هذا الشيء كلياتنا مقتنعين فيه. بس بظن أنك تشوف في حدا منا ما كان يحلم يطلع على فرنسا أو إسبانيا أو أنا السنة الماضية كان عندي مؤتمر عالمي بإسبانيا، اجتني دعوة بشكل رسمي مع تذكرة مع حجز الفندق وإجاني الفيزا بالرفض. يعني وهي أول مرة بحكي عن هذا الموضوع. بالسنة الماضية بالشهر التاسع جتني الفيزا بالرفض. يعني ما في حدا منا بالعالم ما كان بيتمنى أن يروح على إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا. يا ترى أستاذ عماد بتتمنى تروح على هالدول هلا؟ لا حاليا أبدا. ما يعني أنا متأكد كل شيء قاعد هنيك بيتمنى أنه يرجع لهون هلا. أكيد. يعني شايف أنه في دول عالمية عظمى، في دول عندها إمكانيات طبية، في دول عندها ناس عم تشتغل، ومع ذلك انهارت بسبب الفيروس. قعدتك بالبيت هي أمان مو بس لك، هي أمان لأهلك ولأطفالك ولوالدك ولوالدتك. مثل ما قلنا ممكن نحن ننصاب من دون ما نحس، ولكن في نسبة ضئيلة. أكيد مناعتي ما أنا مثل مناعة والدي أو والدتي، ما أنا مثل مناعة ابني أو بنتي الصغيرة. فكل ما قعدنا بالبيت كل ما نحن تخلصنا من هذا الموضوع بشكل أسرع، وبدنا نكون على علم تام أنه شخص واحد ممكن ينشر الإصابة بكل القامشلي. هذا موضوع بدنا نكون مقتنعين فيه. لأنه مجرد تواصل مع أي شخص تاني ممكن هاي الإصابة تنتقل منه لهذا الشخص، ومن هذا الشخص ببلش يتفشى الموضوع. الموضوع ما رح يطول. عم يصير في عندي ارتفاع بدرجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة بيساعد كتير على تضعيف الانتشار وعلى كمان تضعيف الفيروس خارج الجسم. بتمنى من المرضى يلتزموا، بتمنى يلتزموا بأدويتهم، بيتمنى يلتزموا يعني يكونوا متواصلين مع أطبائهم. بالنسبة لي يعني كل طرق التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة، كان واتساب، كان ماسنجر، كان رسائل، كان اتصالات، هاي كلها موجودة. نتواصل مع طبيبنا، نلتزم بأدويتنا، نحاول نلتزم بهاي النصائح قدر المستطاع، ونضل قاعدين بالبيت ل 21 شهر، وإن شاء الله المشكلة تنحل. شكرا كثير لكم. بنهاية اللقاء هذا الدكتور روان تمو، اختصاصي بأمراض الغدد السم والسكري، وخلوكم معنا أو استنونا بالأسبوع الجاي بنفس الموعد على حلقة جديدة وطبيب جديد، وضلوا بخير وسلامة. بشكر زملائي أرينو بالا وأفان جمعة على الكنترول والبث المباشر، وضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو طريق الحسكة.